ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني، انا اسمي تمارا، اخصائيه بشره وشعر، ومهتميه جدا جدا بالمجال ده. النهارده هقول لكم حمام زيت تحفه، بيطر الشعر جدا وينعمه، بيخلي الشعر ناعم وبيطوله وبيتقله، واللي عندها هيشان بيخلي الشعر حلو جدا. ماشي. آه اول حاجه احنا محتاجينها معانا زيت الزيتون. هاخد معلقتين صغيرين من زيت الزيتون، والكمية دي على حسب شعرك، يعني ممكن تزوديها لو شعرك طويل. حطيت معلقتين من زيت الزيتون. زيت الزيتون ده حلو جدا جدا في الترطيب، سواء ترطيب البشرة او ترطيب الشعر، فعال جدا في الترطيب. هاخد بقى معلقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر. الزيت ده تحفة في الهيشان، حلو جدا في الهيشان. هحط دلوقتي منه معلقة صغيرة. حطيت معلقة من زيت جوز الهند البكر. ماشي. لو وصلت لحد هنا بقى، انزلي اشتركي في القناة ودوسي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنضيف 3 نقط من زيت الروزميري، 3 نقط بس، ما تكتريش منه. زيت الروزميري تحفة تحفة في تقليل الشعر وتطويله، هيخليه يطول معاكي بسرعة جدا. اهو زيت الروزميري، هحط بقى منه 1 2 3، 3 نقط بس، حلوين جدا، هيدوكي كثافة تحفة. حمام الزيت ده خطير وبيتقل هنحط بقى زيت تاني لتتقيل الشعر، هيتقله جدا جدا معاكي. هو ايه بقى؟ زيت الخروع. زيت الخروع هنحط منه نقطتين بس، 1 2، هنحط بس نقطتين من زيت الخروع. ده بقى هيتقلك كده. انا عملت خليط من الزيوت، هيرطب الشعر جدا، هيشيل الهيشان، هيطول الشعر. زيت الروزميري هيطول الشعر، زيت الخروع هيتقل الشعر، زيت الزيتون هيرطب الشعر جدا. يبقى انت كده رطبتي وتقلتي وطولتي واديتي غذاء للشعر كويس جدا. تحفه. هقلب بقى المكونات دي كلها. هتبداي تعملي ايه؟ هتقسمي شعرك خصل، وهتبداي تدهني من الزيوت دي من اول فروه الراس لحد اخر شعرك، وتسيبيه وتغطي. بعد بقى ما تدهني الزيوت دي كويس قوي، هتغطي شعرك باي حاجه بلاستيك، وممكن لو عملت شعرك طاقيه وتغطيه باي حاجه بلاستيك. هتسيبيه لمده ساعتين. ماشي. وممكن تعمليه من بالليل وتصحي تغسليه الصبح. ماشي. ممكن تسيبيه ساعتين 3 بالنهار، يعني في اي ساعتين 3 في اليوم. وممكن تسيبيه من بالليل لو شعرك مجعد قوي او كده، تسيبيه من بالليل مثلا، وتصحي اول ما تصحي تغسليه على طول. ماشي. لازم يتغسل بشامبو كويس قوي، و... وتستخدميه مرتين في الاسبوع. لو شعرك مجعد قوي تستخدميه مرتين في الاسبوع، هيتقل وبيرطب الشعر جدا، بيخلي الشعر ناعم بشكل، وهي بجد جربوه، هيطول ويخلي الشعر ناعم جدا ويتقله. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي انزلوا اشتركوا في القناة ودوسوا لايك. مع السلامة.